السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets from Chicken Level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lots of DS. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من الموسم الرابع من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها غموض واسمها صيد الأحجار. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 1981 موريس ديميتس كان عنده 84 سنة وكان عايش في ولاية كولورادو، وكان عنده دكتوراه من الجامعة، وكان عنده برضه مرض مزمن في رجله واللي كان مخليه ما يعرفش يمشي بدون مساعدة. موريس طول عمره كان مهتم بالبحث عن الأحجار الكريمة، وكان بيروح مواقع في الغابة ويدور هناك على الأحجار، ولكن بسبب مرضه كان لازم دايما يكون في حد موجود معاه لما يروح يدور على الأحجار دي علشان يساعده إنه يمشي ويركب وينزل من العربية. الهواية اللي موريس كان بيعملها بتتسمى بصيد الأحجار. موريس كان عنده صديق اسمه ديفيد مكشيري، واللي كان دايما بيكون معاه في رحلات البحث عن الأحجار. وفي يوم 29 إبريل سنة 1981 موريس قرر إنه عايز يروح يدور على الأحجار الكريمة، وكلم ديفيد واتفق معاه إن هما يروحوا. وفعلا بعد شوية ديفيد وصل بعربيته وحط فيها المعدات اللي هيحتاجوها، وساعد موريس إنه يركبوا العربية، وبدأوا رحلتهم لغابة بايك الوطنية واللي كانوا راحوها قبل كده كتير ولقوا فيها أحجار كريمة. ولأنهم كانوا بيزوروا الغابة دي باستمرار فكان عندهم مكان مفضل بيحبوا يدوروا فيه على الأحجار. الغريب إن السكان المحليين في المنطقة بيقولوا إن المكان اللي موريس وديفيد بيحبوا يدوروا فيه هو مكان مسكون، ولكن كلامهم ده ما كانش بيأثر فيهم، وكانوا دايما بيرجعوا نفس المكان عشان يصطادوا الأحجار. موريس وديفيد وصلوا على حوالي الساعة 10 الصبح، وبعد كده ديفيد نزل من العربية وساعد موريس إنه ينزل هو كمان، وبعد كده نزل الأدوات بتاعتهم من شنطة العربية، وبدأوا هما الاتنين يمشوا للمكان بتاعهم، واللي كان علشان يوصلوا له لازم ينزلوا منحدر. وبعد ما وصلوا ديفيد ساب موريس وطلع تاني المنحدر وراح عند عربيته وخد مجموعة من الأدوات وراح لمنطقة تانية قريبة علشان هو كمان يدور على الأحجار. المسافة بين ديفيد وموريس ما كانتش كبيرة، إلا إن هما الاتنين ما كانوش يقدروا يشوفوا بعض بسبب التل اللي بينهم. هما الاتنين كانوا متعودين إن هما بيعملوا كده دايما، وما كانش فيه أي حاجة غريبة أو تدعو للقلق. وعلى مدار الساعات اللي بعد كده هما الاتنين اشتغلوا بشكل منفرد في البحث عن الأحجار الكريمة. وفي خلال الوقت ده ديفيد كان بيسيب مكانه كل فترة ويروح يطمن على صاحبه موريس. وعلى حوالي الساعة 4 ديفيد قرر إن هما المفروض يمشوا، وبدأ يلم الأدوات بتاعته، وبعد كده راح ونزل المنحدر علشان يساعد موريس، ولكنه لما وصل ما لقاهوش. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, آخر مرة ديفيد شافه فيها كان من ربع ساعة لما راح يطمن عليه، علشان كده ديفيد ما قلقش لما ملقاهوش، وقال إن كده كده موريس مش هيقدر يمشي لوحده ويروح مكان بعيد، وإنه قريب في المكان وأكيد هيرجع بسرعة. وبعد فترة من الانتظار موريس ما كانش ليه أي أثر. ديفيد بدأ يقلق وبدأ يدور عليه في المكان في وسط الأشجار، ولكن برضه موريس ما كانش موجود. الغريب إن الأدوات بتاعته كلها ما كانتش موجودة، وده اللي خلى ديفيد يفكر إن ممكن خد الأدوات بتاعته ورجع للعربية.
ولكنه بسرعة افتكر إنه من المستحيل إن موريس يقدر يعمل كده، وده لأنه من الصعب جدا إنه يقدر يطلع منحدر لوحده عشان يوصل للعربية بسبب إصابة رجله. بدأ الخوف يدخل لقلب ديفيد، وبدأ يدور في الأرض على أي آثار أقدام أو أي علامة تدل عن اللي حصل لصاحبه، ولكن ما كانش فيه أي أثر. ديفيد قال إنه ما سمعش أي أصوات غريبة قبل كده، وإن لو في حيوان هجم على موريس أكيد كان هيسمعه أو حتى هيكون في آثار أقدام على الأرض. بعد فترة من التفكير ديفيد قرر يروح عند العربية ويشغل الكلاكس بتاعها وينادي على موريس، ولكن ده برضه ما عملش حاجة وموريس ما ظهرش. في نفس الوقت ده 3 أشخاص راكبين موتوسيكلات مروا من جنب ديفيد وسمعوا الكلاكسات اللي ديفيد كان مشغلها، وراحوا يسألوه لو هو محتاج مساعدة. ديفيد قال لهم إن صاحبه موريس واللي عنده 84 سنة اختفى، وإنه كان معاه من شوية وطلب منهم إن هم يساعدوه علشان يدوروا عليه. وبعد ساعات من البحث على موريس ما كانش فيه أي أثر ليه، وده اللي خلاهم يبلغوا الشرطة. ولما الشرطة وصلوا بدأوا عملية بحث موسعة في المنطقة واللي استمرت على مدار أسبوع. وفي خلال الوقت ده الشرطة استخدموا كلاب بوليسية علشان يتبعوا ريحة موريس، ولكن الكلاب برضه ما وصلوش لنتيجة جديدة. بعد فترة زوجة موريس بعتت رسالة لمحافظ ولاية كولورادو وقالت فيها إنه من المستحيل إن موريس يكون اختفى لوحده من المكان، وده بسبب حالته الصحية، وإن أكيد في شخص أو شيء هو كان السبب في اختفائه، ولكنها ما استلمتش أي رد على الجواب ده. وبعد فترة طويلة من البحث اتقفلت القضية وموريس ما ظهرش، وكأنه اختفى من على سطح الأرض خلال رحلة صيد الأحجار. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا ريت وفولو للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. حابب أفكركم إن لينك دعم البودكاست ماديا موجود في الوصف. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.